انظري يا جنى، هذه اللقمة تبدو مميزة جدا. صحيح يا تيم. هيا لنتابع رحلتنا مع اللقمة. وصلنا في المرة السابقة إلى المعدة. انظر إلى حجم هذا المكان. هذه الغدد تفرز عصارات قوية جدا لهضم الطعام. نحن الآن في الأمعاء الدقيقة، أطول جزء في الرحلة. وفي الأمعاء الدقيقة يساعد في عملية الهضم شريكان. الشريك الأول هو البنكرياس، لونه أصفر. إنه يفرز عصارات صفراوية تساعد في الهضم. انظري، الشريك الثاني هو الكبد، هو أكبر عضو في جسم الإنسان. إنه ينقي دمنا ويخزن الطاقة التي نحتاجها للعب. وفي الأمعاء الدقيقة هذه هي الذغابات، تمتص العناصر المفيدة لترسلها إلى الجسم. انظر كيف تمتص الذغابات الفيتامينات والمعادن. الأمعاء الغليظة، هنا تتجمع الفضلات التي لا يحتاجها الجسم. الجسم يمتص الماء الزائد هنا قبل طرح الفضلات. هنا المستقيم يا تيم. لقد اقتربنا من فتحة الشرج. لقد انتهت الرحلة. الفضلات ستخرج الآن عبر فتحة الشرج. واو، كانت رحلة لا تصدق داخل أجسامنا. لنحافظ على صحة أجسامنا دائما يا تيم. حسنا يا جنى.